السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنصلي أول حاجة ونسلم ونبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. على رأي المثل زي ما بيقولوا اللي له إيد وراس يعمل زي ما بيعملوا الناس. زي ما انتوا شايفين كده عملت الملبن الحبل يا جماعة، ما تتصوروش فرحتي قد إيه بالنتيجة. حاجة وهمية وهمية وبربع تمنه، يعني عملت كيلو بربع تمن الكيلو اللي من بره، بمكونات بسيطة جدا. زي ما انتوا شايفين النتيجة روعة روعة ومضمونة. هقولك على كل التكات وكل الحركات اللي موجودة فيه. وهقولك كمان انا عملت قد ايه يا جماعة من ربع كيلو عين جمل مع 3 كوبايات من السكر. عملت كيلو كام جرام كمان من ملبن الحبل. اول حاجة جبت كده ابرة وفتلة ومسكت عين الجمل بتاعي، كنت جايبة ربع كيلو. بتحطي الابرة كده وتوسعي لنفسك وانتي بتدخليها كده يمين وشمال كده لحد ما تعمل لنفسها فتحة وتعدي الخيط فيها لحد ما تعملي الحبل بالطول اللي انتي عاوزاه. اتبقى شويه في الاخر بقى، هقول لكم دلوقتي هعمل بيهم ايه. جبت بقى حله نظيفه كده، حطيت فيها كوبايتين بس من السكر من 3 كوبايات وذره ملح ليمون. مهمه جدا ذره الملح الليمون دي، وهي اللي بتدي المطه اللي انتوا شايفينها. باقي المكونات هقول لكم عليها تباعا. وحطيت كوبايه وربع من النشا وكوبايتين من الميه. يبقى اللي انا حطيته في الحله دلوقتي كوبايتين سكر، كوبايه وربع من النشا، وكوبايتين من الميه. باقي المكونات اللي انا وريتها لكم دي هقول لكم عليها وتتحط امتى بالظبط، وهتمشي معايا واحده واحده كده. هنرفع الكلام ده كله على النار ونبدأ بقى نقلب. هو مشكلته يا جماعة في انك انتي بتفضلي واقفة قدام البوتاجاز ساعة او ساعة ل10 دقايق بالظبط، على قد المقدار اللي انتي بتعمليه. نار متوسطة، ما نخليش النار عليه. ونفضل نقلب 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 طول ما احنا واقفين. يعني توقفي ايدك ثانية وترجعي تاني، توقفي ايدك ثانية وترجعي تاني، علشان اولا ما يلزقش لا في الجناب ولا يلزق من تحت. ثانيا ما يكلكعش عشان موجود فيه نشا ولسه مغليش. كل ده بنبدأ بقى نقلب 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 لحد ما القوام يتقل معايا. تقريبا في الاول خالص كده، اول الخطوات كده، من 20 ل25 دقيقة هتفضلي واقفة بتقلبي بنفس الطريقة اللي انت شايفاني. سباتيولا في ايديكي لو الحلة تيفال مثلا، او جرانيت، وتفضلي تقلبي بيها. لو حلة ألمونيوم او ستانلس عادي تقدري تقلبي بالمضرب اليدوي. هتفضلي تقلبي كده، وبعدين بعد ال25 دقيقة هتحطي بقى كوباية السكر التالتة شوية بشوية. يعني شوية وتدوبي وشوية وتدوبي وشوية وتدوبي. حطيتها انا على 3 مرات اهو. وتفضلي تقلبي زي ما انت شايفه كده. وفروا ودبروا يا جماعه، انا عايزه اقول لكم النتيجه رائعه. معلقتين بقى من الجيلاتين النباتي. الجيلاتين النباتي مهم جدا في الموضوع ده يا جماعه. في ناس بتقول بنعمله من غير، تلاقي حته الملبن بتقطم وما هياش فيها المطه الجميله اللي انت بتشوفيها في الجاهز. حطيت معلقتين الجيلاتين النباتي وحطيت عليهم شويه ميه ويا دوب دوبتهم. وبدأت أحطهم بقى في المرحلة اللي بعد ال25 دقيقة، في ال30 دقيقة تقريبا. هنبدأ بقى نفضل نقلب 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 مع الغليان. حطيت شوية فانيليا في الوقت ده بقى، حطيت الفانيليا. بعديها في ماء زهر أو ماء ورد بيجي من عند العطار، لو حبيتي تضيفيه بيدي إضافة تانية وزي الجاهز بالظبط. حطيت يا دوب على قد الغطا بتاع الإزازة، مقدار تقريبا من معلقة كبيرة لمعلقة ونص. ولو اتحطينا معلقتين مفيش مشكلة عادي. انا لقيت ريحته مش فزة قوي، فكان ممكن نحط المعلقتين عادي. هنفضل نقلب برضو ماشيين في خطواتنا، وفي لسه تكات وحركات كتير. ها، بعد ال35 دقيقة تقريبا بدأت احط معلقة زبدة بقى. في ناس بتحط زيت، تحط معلقتين زيت. في ناس بتحط الزبدة، والزبدة طبعا اوقع وطعمها احلى بكتير. وهتلملك كل الموضوع ده بقى علشان ما يبقاش ملزق.
ويبقى جميل جدا. تفضلي تقلبي لحد ما تلاقيه كله لم على بعضه كده. لايك يا جماعة، والله العظيم تعبت جدا في عمايله. اعملوا لنا لايك واعملوا لنا شير وشيروا لاصحابكم وعلموهم وقولوا لهم اعملوا الحاجات الجميلة دي. وقوموا بسرعة هاتوا ربع كيلو ولا تمن كيلو من عين الجمل، هيعمل لك التمن كيلو هيعمل لك نص كيلو. الربع كيلو من عين الجمل عمل لي كيلو من الملبن الحبل، وهوريكم دلوقتي. بدأت افرد بقى جزء من الملبن بتاعي كده وهو سخن يا جماعة، خلي بالكم يفضل سخن. وبنحط كيس نفرده وندهنه بالزيت الاول، لازم يدهن بالزيت علشان ما يلزقش. وتفضلي تبرمي فيه كده، خلي بالك سخن جدا. وانا عمالة بقى بتحايل على نفسي كده وانا بلف فيه، لازم يكون متغطي من كل الاتجاهات. قعدت الف فيه كده واجيبه واوديه واجيبه واوديه واجيبه لحد ما اداني الدايره اللي انا عاوزاها بالظبط. ومرضتش احطه وهو سخن وسايح قوي وهو مبروم كده، علشان الملبن ما يرسيش تحت ويبقى عامل مستطيل من تحت ومن فوق فاضي. فبدأت ألف فيه كل شوية، كل لما أعمل رول أرجع ألف الرول اللي قبله تاني كمان مرة. بنقفل كده زي ما انتوا شايفين. عينك هتوريكي وهتعرفي تعملي ايه لوحدك. الطريقة دي جميلة جدا يا جماعة. بصوا جبت الاولاني تاني وبدأت الفه تاني. الرول التالت بقى، وزي ما انتوا شايفين هناك باقي شوية عين جمل في الطبق الابيض اهو. عملت التلات رولات كده ملبن بالحبل، والاخرانيين هقول لكم دلوقتي هعمل فيهم ايه. حاجة يا جماعة مبهجة جدا ان انت هتفرحي والله ان انت ماشية في الخطوات وان انت بتعملي بايديكي. والنتيجة الرائعة خلتني فرحانة ومتحمسة جدا. وعايزة احمسكم ان انتوا تشتروا 8 كيلو من عين الجمل ب55 جنيه، عليهم نص المقدار بتاع السكر اللي انا عملته ده، وهتعملي نص كيلو من ملبن الحبل. يا بلاش يا جماعة، تكلفة مفيش خالص. حطيت بقى شوية على اخر قطعة كده، لقيتها ملفتش عليها لان عين الجمل كتير عليها. فبدأت بقى ايه اعجنها على بعضيها كده بحيث انه يبقى قطع على بعضيها. كان ممكن نعملها مربعات ونقطعها كده وتبقى ملبن بعين الجمل برضو من غير حبل ولا حاجة. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، نتيجة مبهرة مبهرة مبهرة. صلوا على النبي، ونصلي على النبي في الكومنتات ونكتب بتشوفوني منين، نكتب من تحت كده بتشوفوني منين. وهنسيبه بقى لتاني يوم يا جماعة في التلاجة لحد ما ايه هنكمل الخطوات. تاني يوم بقى طلعته من التلاجة، لقيت قوامه زي ما انتوا شايفين كده بدأ يمسك نفسه بقى وجميل. حطيت كوباية من النشا ونص كوباية من السكر البودرة. ممكن تحطي فانيليا كمان او حاجة، بس هو انا اكتفيت بكده. بدأت الف بقى كل رول كده علشان ما يلزقش ببعضه، وعشان يبقى شكل وملمس وطعم اللي احنا بنجيبه جاهز بالظبط. يا جماعة انا هتعاقد مع مصنع خلاص واعمل ملبن الحبل ليهم. مين يجي يشتغل معايا ويساعدني؟ زي ما انتوا شايفين كده عملته، وبدأت اقطعه بقى بالورب كده. يا سلام، مش قادرة اقول لكم. اول قطعة ديت جريت بيها عليهم، ولا قطعة من الحبل الاولاني ده، وقلت لهم فصلت الفيديو قلت لهم دوقوا يا جماعة شوفوا الانجاز تم. كانوا كلهم بيتحدوني ان لا هنشتري برضو جاهز عشان مش هتطلعيه بنفس الطعم اللي هو ده. قلت لهم لا، وتحدي بقى. فتحدينا بعض يا جماعة، والحمد لله أنا كسبت التحدي. بدأت أطلع بقى، أنا قطعته بالحبل زي ما هو كده، وبدأت أطلع قطع الحبل من كل قطعة ورصيته كده. وحاجة جميلة جدا. كل سنة وانتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتفتح لنا بها أبواب الفرج يا رب. زي ما انتم شايفين كده هنرص بقى الجمال ده كله. شايفين المنظر يا جماعة؟ مش معقول، حاجة مش معقولة والله العظيم. النتيجة بتاعته أنا من السنة اللي فاتت وأنا نفسي أعمله. السنة دي قلت بقى لا لازم أعمله إن شاء الله. زي ما انتوا شايفين حاجة عظمة عظمة. مش قادرة أقول لكم على جماله وفرحته والبهجة اللي انت بتعمليها، وتحسي بالإنتاج كده وانت قاعدة في البيت.
وزنتهم لقيتهم كيلو بالظبط، كيلو بالظبط ما شاء الله على الميزان. عمل لي العلبتين الشفافين اللي انتوا شايفينهم قدامكم دول كيلو، وكمان في كسور يعني حوالي 100 وحاجة جرام. طبعا كمان الكاميرا الأمامية هي اللي بتصور، فجايبة الميزان المشقلب. شايفين بقى الجمال يا جماعة؟ قوموا بقى، قوموا اعملوا بقى واتحركوا وشيروا واعملوا لايك وكل حاجة، واعملوا اللي احنا عملناه ده. كل سنة وانتم طيبين. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.